إعداد وتقديم هشام فرغلي ورشا طاحون. مرحبا يا فيلسوف. مرحبا بنيتي، كيف حالك؟ في نعمة وفضل من الله. بنيتي، نعم يا فيلسوف. بعدما أفطرت معكم وأثناء خروجي لفت نظري أمر ما. وما هو يا فيلسوف؟ رأيت منزلكم مزين بأنوار لا حصر لها تتموج بألوانها العديدة، فما سر ذلك بنيتي؟ نعم، سأقول لك سر ذلك يا فيلسوف، وهو أنني أتنافس مع إخوتي كل عام على من سيكون الفائز في تنسيق زينة شهر رمضان المبارك في شقته، ووالدي هو من يحكم بيننا. إذن كل شقة تتكلف مبالغ باهظة من أجل ذلك. نعم يا فيلسوف، مبالغ باهظة جدا. بنيتي، يقول الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ماذا تريد أن تقول يا فيلسوف؟ أقول احتفلوا بقدوم هذا الشهر الكريم، ولكن ليس بهذه الطريقة. اقتصدوا ولا تغالوا، وتصدقوا بما تفيض به أيديكم. صدقت يا فيلسوف، كيف لم أنتبه لذلك؟ فيجب علينا أن نحتفي بهذه المناسبة ولكن دون إسراف، وعلينا أن نتصدق بالفارق حقا. أحسنت بنيتي، وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. اللهم آمين يا فيلسوف. فيلسوف. نعم بنيتي. هناك أمر هام أريد أن أسأل عنه. بنيتي، الحوار معك جيد وبناء، ولكن اقترب الآن موعد صلاة العشاء. إذن إلى اللقاء غدا يا فيلسوف.